أم البنين ونساء القرآن. أم البنين عنوانه ونساء القرآن، كل وحدة مذكورة بالقرآن من نساء أحاجج لك إياها بأم البنين، لكن قلت لك إحنا لضيق الوقت والإرباك شوية اعذرونا، خاف نخفق بالبحث بس اليوم اختاريت لك هاي الأصباط بدي أوديها لأم البنين. كلمة الأصباط، الظاهر بأن كلمة الأصباط والمتعارف عليه والمتداول ونتكلم بالظاهر بأن الصبط هو ابن البنت، وحسينا أهو بنت أهو ولد كسائر أبناء البنات؟ إذن مغنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومغزى النبي من كلمة الأصباط ماذا يشير؟ هل إنه ابن بنته أم وراها حقيقة قرآنية بحتة؟ النبي، ونحن نتعامل مع نص النبي ومع نص المعصوم نتعامل كما نتعامل مع النص القرآن. هاي خليها قاعدة عندك. من أجي أحكي لك حديث للنبي، أجي أسولف لك رواية أو حديث للمعصوم، أنا أريد وين أربط لك إياه؟ أربط لك إياه بالنص القرآني على مود تكمل عندك الصورة. اقطع نزاع القوم يا حرم الله، من تحاجج أنت باكر بالفريق الآخر عندك نص قرآني تحاجج به، وأنا اليوم محضر لك نص قرآني جنبا إلى جنب مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث ليس بمرسل ولا ضعيف ولا ركيك ولا موضوع، بل حديث متواتر في كتب العامة والخاص. إذا تجي تدور كتب العامة تلقى هذا الحديث، حسين مني وأنا من حسين، رواية عليه في الصحاح، في مسند أحمد، في كتبنا، في الكليني، في جميع المصادر. اللي يحب يدور هذا موجود، لا مرسل ولا ضعيف، وإنما حديث متواتر صحيح. شنو المغزى من كلام النبي بكلمة الأصباط؟ النبي أشار إلى حقيقة قرآنية على رأسها الحسين، ينطلق من خلالها الحسين بنص قرآني في سورة النساء صفحة 136 أو 63. أقرأ لك الآية على مود نبني نحاجج بها. الآية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الآية 163 سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما انتبه للنص، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. كمل لك: وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا. هؤلاء أنبياء لو مو أنبياء؟ أنبياء. احنا اتفقنا تزل براسك لو تأشر لي على مود أكمل لك. هؤلاء أنبياء لا شك ولا غبار، هؤلاء أنبياء مرسلون من الله، من ضمنهم من أولي العزم، وبيناتهم أكو مفردة كلمة قال والأصباط. شنو المعنى بالأصباط؟ هل إن الأصباط اللي أطلقها النبي في حديثه الشريف، وهل إن النص القرآن الشريف قال كلمة الأصباط؟ أكو اختلاف لو ماكو اختلاف؟ ماكو اختلاف، كلاهما ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلمة الأصباط اللي قالها النبي صلى الله عليه وآله هي نفسها كلمة الأصباط اللي قالها الحق سبحانه. خلي بالك يمي، هاي الأصباط اللي مفردها السبط، اللي احنا على الظاهر نقول ابن البنت، لا هنا النبي أشار إلى حقيقة قرآنية. هل أن ابن البنت دمجه الله بين الأنبياء كي يشير إلى هذا المعنى، لو يشير إلى معنى عميق؟ يشير إلى معنى عميق. معنى الأصباط حقيقة قرآنية، هؤلاء بشر اختارهم الله وذكرهم النبي في حديثه والقرآن في كتابه. اختارهم الله ليس بأنبياء، ليس بك شك ولا ريب. خاف واحد تقول أنت قلت الحسين نبي، لا. الأصباط ليسوا بأنبياء
ولكن أوصياء، ولكن اشتركوا مع الأنبياء. والنوب القرآن هم شوية دقيق القرآن خلاه بالنص، كلمة الأصباط خلاها بنص الأنبياء، لا طرفها ولا أخرها، يعني جامع شامل. يعني هذا الاسم أو هاي الصفة أو هاي المرتبة أو هذا المقام، هذا الشامل عام. شلون تقول المصطفى والمرتضى والمجتبى، هذا شامل عام. الأصباط من هاي المفردات، جعلها القرآن في وسط الآية، يريد يشير لي إلى معنى بأن هؤلاء بشر يوحى إليهم ليس بأنبياء. يقول شيخنا جبرائيل ينزل على الأنبياء، ومات النبي صعد جبرائيل، ما ينزل جبرائيل. هسه إذا تحكي هذا الحكي قدام الفريق الآخر يقول لك عمي لا تحكي، شنو جبرائيل ينزل؟ لا مولانا القرآن يقول، القرآن قاعد يقول أوحينا وأوحى للأصباط. يقول شيخنا احنا نريد دليل بالقرآن، انت من السولفنا دليل بالقرآن على مود شنو احنا يكون عندنا يقين من تحكي يكون شاهدك وياك، مو على مود يصير عندنا يقين. إذن هؤلاء الأصباط ليس بأنبياء بل أوصياء، ولكن هنالك خصلة مشتركة حالها حال الأنبياء، إن الله يوحى إليه، والقرآن صريح، إنا أوحينا إليك وإلى نوح والنبيين من بعدك وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. إذن قاعد يوحي لهم الله مثل ما يوحي إلمن للأنبياء، يوحى إليهم، يحكي وياهم عن طريق واسطة. شيخنا نريد دليل، شو يسيطروننا على المجلس، نريد دليل بالقرآن يثبت بأن هؤلاء الأصباط الله يوحي لهم يحكي وياهم. خلي بالك من النص، قرآن شو يقول القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لبشر أن يكلمه الله. خوف هسه ما قال نبي ولا قال وصي، قال بشر. القرآن وما كان لبشر، يعني لا قال وصي هنا بالقرآن ولا قال وحي ولا قال ولي، بشر. الله قاعد يحكي ويا البشر، يعني بإمكانه يحكي ويا البشر لو فقط ويا الأنبياء والأوصياء والأولياء، لا هنا قال بشر. وما كان لبشر أن يكلمه الله، شلون؟ إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء. هسه نسولف براحتنا بعد، دليل عندنا بالقرآن ذول البشر يحكي وياهم الله عن طريق من؟ عن طريق المعجز، عن طريق الإيحاء، أو يرسل رسولا، أو من وراء حجاب. صار عندنا ثلاثة. خلينا نجي نفتح هاي فالصخة مثل ما يقول، نفتح العبارة على قولة الدرس الحوزوي. احنا عذرونا ترى بعض المفردات تعبر عنه تروح، انا مو درس حوزوي، انا رجال خطيب، فنوبات بعض المطالب مو كلها تريدها مني، وبعض نوبات منزل بقول شيخنا انت قلت هالشكل ما كملت العبارة. مو احنا اولا نضيق الوقت، وثانيا انا قاعد الح لك بالمعلومة لان ارد ارسخها ببالك، ما البق لك اياها هيك على قولة هذه الكلمة وعذرا هاي الكلمة يعني وندير وجهنا وروح، لا ارد افيدك. هسه صار عندك نص قرآني وعندك نص قرآني بين ذول البشر قاعد الله يحكي وياهم، وطاني 3 خطوات. المرتبة الأولى اللي الله يحكي وياها ويا هؤلاء البشر اللي من ضمنهم الأصباط، يقول عن طريق الإيحاء، ونعبر عن الإلهام، ونعبر عن الإلهام الصائب. هذا يمكن يلوح أم البنين، يلوح لو ما يلوح أم البنين، الله يوحي لها لو ما يوحي لها. إياك والشك والريب، والله مو غلول أم البنين، أم البنين أعمق من هذا. يعني شو تجيب نساء القرآن؟ يعني أنا اليوم كنت محضر لك مريم وأم البنين، بس مع شاعة الأقدار جزء الله أرادنا نحكي هذا الحكي، وراح أدمج لك إياه. الرأي الأول يقول إيحاء صلهاما، سمون الإلهام الصائب، الله يلهم البشر أن يتحدثون. شيخنا هم نوبات ذول الكشافين هم تروح لهم، هم يحكي لك شغلات، مو
نصدق بيها وروح يطولنا علق ويطولنا حجاب، مو صح ولا؟ هسه احنا ليش دون نخليهم؟ خلينا نروح للناس العرفاء. السيد الشهيد ما كان يعرف؟ ها؟ علي القاضي ما كان يعرف؟ سبزوار ما كان يعرف؟ دول خوف مو بشر لو مو بشر، معصومين أوصياء دخلوا بدائرة الأولياء، صح ولا لا؟ ما معصومين، إذن يوحى إليهم. يعني من نجيب لك أم البنين من حاججها بواحد من المراجع تقبلها لو ما تقبل، لو حاججها لك بمن بأصحاب الأخدود، هاي الأمرأة اللي ذبت ابنها، تقول لي لا أبويا أم البنين ذيك أعظم، أو تحاكي له يا من أم البنين وأخت موسى، ها أم البنين أو أم موسى، ذني كلهم تجيبهن أم البنين يسوون شيء؟ تحاججني بشيء؟ هسه القرآن ذكرهن نعم، ولكن أم البنين تجيبها وتخليها وياها ذني يا هل يصعد بأعلى مرتبة، يا هل يصعد بأعلى مقام، راح يجي هسه من خلفه. إذن أولا إيحاء صائبا. الأمر الآخر يقول من وراء حجاب. شلون من وراء حجاب؟ شيخنا هسه النبي يتكلم مع الله لو ما يتكلم مع الله؟ تقول لي شيخنا موسى موجود، موسى موجود، موسى كليم الله، وكلم الله موسى تكليما. هسه هاي كلمة تكليمة يعني بواسطة بالقرآن، من تسمع تكليمة ترتيلة، تكليمة لو قال كلم الله موسى كلاما مباشرا ما نحكي، بس من قال تكليمة معناته اكو واسطة، بالدليل موسى يقول كلمني ربي من وراء الشجرة. زين إذا هو يحكي ويا رب العالمين ليش خلى واسطة بيناتهم؟ ليش خلى واسطة؟ هو بيحكي مباشر كلام ويا موسى مباشرة، والقرآن يعبر والتفاسير والروايات بأن موسى هو صفة عنده كليم الله. ليش؟ بعد موسى أنا مو قاعد أشككك بموسى، لا بس أعطيك دليل عذرا لهاي الكلمات، أنا أعبر لك معنى عم ننزل للمستوى. زين موسى عنده علم برب العالمين لو ما عنده؟ هو من أولي العزم، كان ليش طلب من رب العالمين قال له أريد أن أراك؟ قال له لا تراني ولكن انظر إلى من؟ إلى الجبل. خوف موسى من العزم ما يعرف الله ما ينشاف؟ ها؟ إذن شنو السؤال؟ إني أنا الله، إني أنا الله، شنو إني أنا الله؟ شو يريد يحكي؟ شو يريد يسأل موسى؟ زين من تروح إلى خطبة البيان تتقلب بنهج البلاغة تلقى بأن علي بن أبي طالب يقول أنا مكلم موسى من وراء الشجرة. هسه أي حجاب هذا؟ ها؟ هسه بعد قوم انتفى الأمر، بعد لا تجيب ملك من الملائكة ينزلون ويسولفون، ها؟ ولا تجيب جبرائيل ينزل ويحكي ويا موسى، هو علي بن ابي طالب نفسه بخطبه البيان بحديث متواتر وبخطبه معروفه وراجع وراي تلقى علي بن ابي طالب يقول انا مكلم موسى من وراء الشجره. وموسى سال من؟ سال معقوله موسى من السذاجه لو ما يعرف يسال رب العالمين يقول له ان اراك؟ لا، الباطن يقول له والتاويل يقول له يا رب العالمين. منو هذا اللي حكى وياي من وراء الحجاب؟ هذا منو اللي حكى وياي؟ هذا الصوت اللي حكى ويا النبي، هذا الصوت اللي حكى ويا عيسى، هذا الصوت اللي كان مع نوح، هذا الصوت اللي كان أنيس ذنون في بطن الحوت. منو؟ أنا مع كل نبي في السر ومعك يا محمد في العلن. وآل محمد فرجهم ولعن عدوه. إذن صار عنده معنى، صار عنده مربعين. إذن الله تقول شيخنا هم نحكي احنا ويا الله؟ هسه البعض يقول لي غير نقرا قران لو بالدعاء نحكي ويا رب العالمين. لا تحكي ويا رب العالمين ايش وقت؟ حديث للامام الصادق، احنا اذا سجدنا، اذا سجد العبد على تربه الحسين ترفع عنا الحجب. مو عندنا هاي الحديث؟ لو مو عندنا، عندنا شك سيدنا، مو عندنا فعلا. بعد عندنا وين؟ بعد وين؟ يقول لقد خلق الله الركن اليماني لشيعه علي بن ابي طالب، فإذا جاء الشيعي ووقف على الركن اليماني ليس يكون بينه وبين الله حجب. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، علي بن أبي طالب وأصحابه. تقدر لو ما تقدر؟ إذن بيها مجال نقدر من نقول لك أم البنين تحكي وياها الملائكة لو ما تحكي وياها الملائكة. تستوعبها؟ لو تقول شيخنا لا مو الثخن أم البنين، بعد أنت أم البنين تجازى. بعد أو يرسل رسولا. هسه يرسل رسولا جبرائيل
أو الملائكة المختصين بنقل الرسالة، فالله يكلم النبي ليس مثل ما يكلم الوصي، والله يكلم الوصي ليس مثل ما يكلم الولي. إذن الحسين سبط من الأسباط يوحى إليه. أسنهي لك البحث بكلمتين. ستقول شيخنا ليش مدوخ روحك أنت وجيب الأسباط والملائكة تنزل؟ أنا بدي أروح لأم البنين، الحسين مفروغ منه. ليش؟ لأن هو الهز مهد الإمام الحسين جبرائيل، كان هز مهده ما يحكي وياه. ويجيك واحد يقول خذته سنة من النوم ورأى النبي بعالم الرؤيا، شاء الله أن يراك قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا. كان ليش ما ينزل جبرائيل؟ كان جبرائيل اللي ينزل إلى مريم أو يعطيها فاكهة بالصيف، مال الشتاء بالصيف ومال الصيف بالشتاء، وكان يسر قاعدة تخدم في بيت المقدس. وياي ليش مريم من اجى صارت وقت العسر وصار وقت الطلق واشد شيء على المرأة، اجى ليش هنا تمثل لها بشرا سويا؟ هو منو اللي يتمثل بشرا سويا؟ وليش قالها اليك انت هزي بجذع النخلة؟ اليك هزي جذع النخلة يتساقط رطبا جنيا. يخوب ليش مثل ما كنت انت تعطيها تمر العفو فواكه، خوب هسه تعطيها؟ شنو المغزى؟ شو يريد؟ ومن هذا اللي وقف؟ ام البنين بمستوى مريم لو اعلى لو انصى. هسه هاي او حالها الى مريم او حالها الى مريم. هسه تقول شيخنا مو هي معصومه اصطفاها الله مريم، وهي من النساء الذي فضلهن عن نساء العالمين، وعلى راسهن مولاتنا فاطمه سلام الله عليها. اذن ام موسى مو معصومه، الله اوحى لها لو ما اوحى لها؟ اوحى لها. ذولا بشر، الله اوحى للنمله لو ما اوحى للنمله؟ اوحى للنمله. الله ما يوحى للجلود باكر ان تتكلم لو لا؟ الله ما يوحى للأرض اللي تعمل عليها الفاحشة أو الحسنة تحكي لو ما تحكي؟ إذن الله يوحى. فمن نقول لك أم البنين يوحي لها لا ضوج. بعض المجالس من أجيب له هذا ونزلت من الأمور يقول شيخنا مو هالثخن يعني، والله يقول له مو هالثخن، العاد يا ثخن مولانا، يعني يا ثخن وموسق الفاتحة لأم البنين ودور علق. هي فهم أم البنين؟ ليه صارت هالشكل أم البنين؟ ليه صارت باب حاجة أم البنين؟ سوت أم البنين. خوب مريم هم سوت خدمت في بيت المقدس. شنو العلاقة اللي صارت بينها وهيك صار عندها سر مقدس بينها وبين الله؟ شنو المغزى؟ يا ترى هل هي من الأسباط؟ ها تقبلون أقولها من الأسباط لو ما تقبلون؟ إذا تحكي وي مريم الأسباط، وإذا تحكي وي أم موسى، وإذا تحكي وي أخت موسى، والنملة تحكي كانت تستذكرها هاي على مريم أن تكون يوحى إليها بالإلهام الصائب لو ما عفوا أم البنين. إذن يوحى له. ما هو معالم أو مظهر الوحي؟ مهمة جدا. سعرفنا بأن الأسباط يحجون وياهم، وطيتك دليل بالقرآن وشخصيات. معالم الوحي، ليش وصل هذا المرحلة الحسين وأعطى معالم الوحي على مو شوي نتكلم عن الواقع؟ نص شو يقول الإمام الحسين بأبي هو أمي؟ يجاوب على سؤالك ما هو معلم الوحي؟ ليش صار هذا الوحي مظهر من مظاهر أن يكون الأسباط يتحدثون؟ يسميه معلم الوحي. شنو السبب؟ الحسين يجيب على جبل الصفا يتحدث الحسين مع الحجيج: خط الموت على ولد آدم كما خط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأن بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملآن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبة، لا محيص على يوم خط بالقلم. هنا الجواب: رضا الله رضانا أهل البيت. رضا الله رضانا أهل البيت. ليش نصبر على بلائه
ويوفينا أجور الصابرين. أفتح لك العبارة مرتبطة بالأصوات. شو يقول المحقق أو صاحب التحقيق علماءنا الأفاضل؟ يقول إن رضا الحسين له معنيين. المعنى الأول وهو المكاشفية والمظاهرية بينه وبين الله. لا تقول خذته سنة من النوم أو غفى وشاف النبي أو قال له. النبي اللي كان حاضر في واقعة الطف ويهبط من السماء مع الأنبياء والملائكة، يجي للإمام الحسين بعالم الرؤيا. قلت لك اليوم افتح عوف العاطفة، خلي العاطفة على صفحة، احكي وياي بقلبك، احكي وياي بعقلك، حكم عقلك. الحسين بهاي المنزلة وبهذا المستوى، هذا الوجود للحسين الله سخر له هذا الوجود، بل هو فلك الولاية. يجي تأخذه سنة من النوم بأمر حتمي، قضية حتمية إلى الآن بدأت وإلى الآن صداها وبعد ما متى كربلاء. لا يقول أكو مكاشفية، أكو مظهرية صارت. إذا كان موسى يكلم الله، كان ليش الله ما اجى قبض روحه وهو تكفل بدفن موسى؟ غير كل من هو صاحبه لو لا؟ إذا موسى كان صاحب الله ويحكي ويا رب العالمين سبحانه وتعالى، من باب أولى هو يتولى دفنه. ليش الله تولى بدفن الحسين؟ شنو المكاشفية هاي؟ اليوم قلت لي انزل لي على الترابة، خلينا ننزل لك على الترابة. أرجوك احنا هاي الرواية نصدقها لو نكذبها. الله يرسل ملك الموت لقبض روح الحسين. سرعان ما رجع ملك الموت، سرعان ما رجع ملك الموت قال له لما لم تقبض روح حبيبي الحسين؟ قال له ما أقدر. قال له أنا أعرف ما تقدر. ليش؟ قال له ردت أن أقبضها من حلقه فلم أستطع، ردت أن أقبضه من خاسرته فلم أستطع. قال لي ليش؟ قال له مبضع بالسيوف، إربا. يا أخي من تسمع هاي العبارة من يقول يذبح كما يذبح الكبش، ترى مو ميت الحسين وانذبح مثل باقي الأصحاب والأهل البيت. الحسين ذبح هو عدل، يعني ضحية ميتة تذبحها لو عدله. يعني هيك عذرا لهذا الكلام أقرب لك المعنى، يعني ذبح شرعي قطع به الأوداج.